عاملين ايه؟ ويا رب تبقوا بخير. قبل ما نبدأ الحلقة كنت حابب اكلمكم في موضوع بسيط كده واخد من وقتكم دقيقة قبل ما نخش على الحلقة يعني. آه مبدئيا انا بشكر كل واحد بيسمع الحلقات وكل واحد عامل سبسكرايب. احنا وصلنا ل 2400 سبسكرايب دلوقتي، وده رقم جميل جدا ويا رب يكون المحتوى عجبكم. بس على الناحية التانية يعني الدعم مش احسن حاجة. يعني انا بتمنى ان كل واحد بيدخل على القناة ويسمع لو حتى حلقة واحدة، ان هو يعمل لي لايك وان هو يعمل سبسكرايب وان هو يشير المحتوى ده لو عجبه، علشان ننتشر اكتر ونكبر اكتر، يعني حتى نوصل ل 3000 سبسكرايب. لان ده بيفرق في معنوية الواحد، ان هو يبقى حابب ان هو يعمل حلقات اكتر وحابب ان هو يطور من نفسه. وبرضه بيفرق على الناحية التانية ان انتوا بتطلبوا مني ناس يعني يبقوا ضيوف في الحلقات. ففي بعض من الناس يعني لما يخشوا على القناة ويشوفوا السبسكرايب اللي فيها وعدد المشاهدات مثلا 1000 أو حاجة، بيحسوا إن هي مش هتضيف لهم كتير، وأنا بحترمهم عامة، يعني أنا بحترمهم، هم ليهم وجهة نظر وممكن تكون صح. فأنا يعني مش عادة بطلب منكم الموضوع ده، بس يا ريت كل واحد بيسمع المحتوى يعني بتاعي وعاجبه، يا ريت يعمل سبسكرايب ويا ريت يعمل لايك وكومنتات كتيرة بقى. انا بحب جدا الكومنتات وبرد على كل واحد وبحب اشوف ارائكم يعني. ويعمل شير، يا ريت يعمل شير وبرضه لو حابب نبقى اصحاب، انا كده بحب كل واحد بيسمعني، لو حابب نبقى اصحاب هتلاقي عندك اللينك بتاع البروفايل بتاع الانستجرام تحت. خش كلمني في اي وقت واسألني على اي حاجة انت عايزها يعني انا هبقى مبسوط بده جدا. فرب ما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله نكبر اكتر واكتر بيكم وبدعمكم. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا. ويعني ايه يعني يتجدد لقائنا واهلا بيك. ويعني ايه الغيبة الطويلة دي؟ وحشنا يا راجل والله. ازيك يا استاذ خالد؟ الله العظيم الثلاث دقايق دول كانوا يعني حاجه كبيره والله يا استاذ عبد الرحمن. كله ايه زي الاخبار؟ الفل، كله بخير؟ انا قلت كله زي انت الفل غبت. والله. مفيش حاجه لحقت تتغير في خلال انا الثلاث قلت دقايق انت دول. غبت علينا، قلت انت غبت علينا في اليوتيوب وكده. فاهم الحلقات بقى لما تنزل هيكون عدى وقت طويل بقى، مش عارف مش عارف هيكون فين. فقلنا نستغلك ونسجل معاك حلقة. بس هو موضوع بسيط كده هنتكلم عليه بسرعة، يعني ممكن ما نعتبروش بودكاست قوي، فاهم؟ هو موضوع يلا كده بينا. ايه، ما لحقناش نتكلم عليه في البودكاست الاولاني، فايه فقلنا نلحقه في الحلقة دي. يعني احنا يلا بينا. النهارده قلنا نتكلم في حلقتنا عن دور السنيد. يعني هو مش حاجة، يعني مش موضوع الناس اتكلمت عنه قوي. واللي ما يعرفش ايه دور السنيد يا حصل جماعه، هو البطل التاني اللي بقى في الفيلم، اللي هو الشخص اللذيذ حصل بقى، اللي هو اللي بقى صاحب البطل، إيه، ابو البطل، الكلام ده كله اللي هو بيساعده ان الفيلم يعلى ويبدا في تحقيق في تحقيق الحلم حلمه ورغباته المراد. وكده. فانت بالنسبه بالظبط. لك، لو جينا نسالك سؤال كده يا خالد في المناسبه السعيده دي، ونقول لك ايه افضل 5 ادوار للسنيد انت شفتها في السينما المصريه؟ اول حد في اي حاجه حسن حسني. ده اكيد، اكيد. يعني ده حسن عمره حسني كان مش هيجي بطل، تاني يعني زيه. حسن حسني عمره كان بطل فيلم، بس هو على طول بطل دور تاني عظيم. بالظبط، بالظبط. وحسن حسني خلي بالك هو اكتشاف شريف عرفة. مم. يعني حسن حسني قبل شريف عرفة حاجه، وبعد شريف عرفة حاجه تانية مم. خالص. يعني حسن حسني قبل فيلم الناظر او عبود ولا ناظر، لا عبود. مم. قبل فيلم عبود كان حاجه، كان خلاص كان محصور في حته كده اللي هو يعني مش عارف يخرج منها. وبعد عبود بقى حوار تاني تماما. يعني حسن حسني كان ليه الفضل ان هو يطلع كل الناس الجميله اللي انت شفتها دي، هنيدي، علاء ولي الدين، مش يعني مشاهد حسن حسني لوحدها هي فيلم لوحده. مفيش اي مشاكل لو انت قطعتها كده لوحدها كده في شورت موفي وحطيتها كده الناس تتفرج عليها وهتموت من الضحك عادي بقى. ده حقيقة جدا. فحسن حسني الله يرحمه حاجه ده حقيقة عظيمه. جدا، وهيفضل مهما جه ناس ومهما عدى ناس، هو احسن واحد عمل موضوع اللي هو يطلع مع اي بطل في اي حتة. الفيلم يتنقل. محمد سعد، احمد حلمي، محمد بالظبط، هنيدي. لازم محمد سعد يبقى فيه بالظبط، الفيلم بتاع حسن حسني.
بالظبط. أفلام اللي- زي الليمبي اللي كان واللي بالي بالك نفسي- والكلام ده كله، هو حسن حسني هو جزء رئيسي من الفيلم. بالظبط حصل. حتى لما كبر برضو كان في مسلسل رحيم برضو، يعني كان برضو الدنيا كانت صعبه برضو معاه، لان هو خلاص بقى كان كبر وعامل السن وكده. بس والله لا، كان مدي برضو، يعني كان في الحلقه اللي هي كان لما راح لابوه لا بياكل من الزباله في أيوة، الشارع أيوة. وحاجه صعبه كده خالص، وقعد يعيط وغنى اغنيه. كان مدحت صالح غنى اغنيه اسمها انا ابن ابويا، حاجه زي كده. بالظبط، كان حاجه مؤثره جدا يعني، الله يرحمه. فاللي كان نفسي برضو يبقى ماشي في حته حسن حسني كان بيومي فؤاد. بس للاسف بيومي فؤاد مبوظ الموضوع تماما. بيومي فؤاد سنيد بكتير قوي يعني، سنيد بكتير قوي يعني خلاص بقى، خلاص يا استاذ بيومي، اقرا بقى السكريبت بقى خلاص يعني، بجد والله يعني انت جامد يعني. انا بيومي فؤاد ده على فكره انا بحبه من اول لما كان طلع فين يا ربي. انا اول حاجه كنت شفتها له كان من بدري، كان اعلان شيبسي تقريبا. هو طلع في اعلان شيبسي يا شاي، اعلان الكوره، كان في ماتش شغال تقريبا. هو بالظبط، اعلان كان قاعد على قهوه. له كان الكبير صراحه. دكتور ربيع ده من الادوار يعني الجولد كده، واللي مش هيجي زيها في بالظبط. بالظبط. وكان عامل دور جامد قوي في مسلسل اسمه طرف ثالث. المسلسل ده بحبه قوي، بتاع امير كرارة وعمرو يوسف. بالظبط. ومحمود عبد المغني وعمرو يوسف. فهو كان طالع، كان ابتدى بدايه واحد اندر دوج فعلا، هو اندر دوج فعلا يعني. هو كان بادئ في المسرح من بدري جدا، وبادئ مع ماجد الكدواني. بس يعني ربنا طبعا بيرزق الناس على حده، ومش على حده يعني، ربنا بيرزق الناس طبعا، كل واحد ليه وقته. فهو لما جت بقى فكره ان هو بقى منتشر جدا، بقى بيقبل اي دور حرفيا. اللي هو يا استاذ بيومي يقرا السكريبت 5 دقايق على بعض يعني. كان فيك والله حته اللي هو الراجل ده هيبقى حسن حسني يعني، كان في حته كده بتقول كده، بس يعني مش عارف. بعيد عن بيومي فؤاد، مين تالت بقى ممكن تعتبره؟ ممكن ده مش ممكن، ده اكيد. عندك عبد السلام النابلسي برضه للناس عبد السلام النابلسي، يا لهوي يا لهوي. عبد السلام النابلسي ده حته تانية بجد والله. وعبد السلام النابلسي كمان في فيلم هو كان عبد الحليم حافظ جامله فيه، يعني عبد الحليم حافظ هو اللي كان السنيد بتاعه. الفيلم كان اسمه ايه؟ هو اللي هو كان فيه الاغنيه اللي هي بتاعت تي 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 تي، اللي هي بتاعت خساره خساره فراقك يا جاره. ايوه اللي هو كان طالع فيها، كان في حد بيرقص في الاغنيه دي، طفل صغير بقى. مش فاكر والله، كان بيقول يوماتي. لا دي بتاعت فيلم شارع الحب اللي انت قصدك عليها دي. شارع الحب اللي هو كان في بنت راقصه ساعتها هي كانت بترقص، وعبد السلام النابلسي واسمها ايه زينات صدقي، والشارع بقى هو كان اسمه شارع. الفيلم ده جامد جدا عامه. بس الفيلم اللي هو بتاع عبد الحليم حافظ لما هو كان سنيد ده كان فيلم تاني خالص يعني. هو كان بيجامل فيه عبد السلام النابلسي. فعبد السلام النابلسي ده كان راجل عظيم برضو. في عندك برضو مين تاني؟ عايز جديد ولا قديم؟ يعني اللي بالنسبه لك الاعظم، فاهم؟ اصل انا يعني انت لو جيت بصيت دلوقتي بعد حسن حسني ويعني اعتبرنا بيومي فؤاد، مش هتقول حد تاني مفيش حرفيا يعني وده لا بعد حسن حسني مفيش. ودلوقتي مفيش برضه. دلوقتي موضوع السنين ده مش موجود برضه، وده برضه اللي مأثر على الافلام والمسلسلات هو دلوقتي مش موضوع السنيد مش موجود، هو دلوقتي موضوع الممثلين مش موجودين. هو كل واحد معاه شله، تعالى يا اسطى نعمل فيلم، تعالى. بقول لك ايه، انا حاسس ان انا اندر ريتد وعايز اعمل فيلم دلوقتي. حاسس يعني اللي ممكن شويه بعد حسن حسني مثلا ايه، احمد حلاوه، فاهم؟ اللي هو او ممكن عندك محمد سلام. بس محمد سلام مش عايز اعتبره سنيد بصراحه. محمد سلام بالنسبه لي هو يعني لا، مش شايفه بصراحه ان هو سنيد. انا شايف ان هو بطل عادي جدا، مش اي مشاكل. يبقى بطل فيلم رئيسي يعني، فاهم؟ يعني محمد سلام كسنيد اعظم بكتير انه يبقى بطل فيلم رئيسي، او مش كسنيد قوي، ان هو عادي يبقى في مثلا المسلسل بتاع دنيا سمير غانم اللي هو كانوا في تايلاند ده. المسلسل ده كان جامد قوي، اللي كانوا عاملين دنيا سمير غانم البطله، وكانوا جايبين بقى محمد ثروت ومحمد سلام. دي كانت ثنائيه يعني 2 سنيده كانوا حرفيا يعني حاجه صعبه قوي. الدنيا لذيذه، فاهم؟ مش دايما انت كبطل لازم يبقى انت بطل فيلم، يبقى انت كده الكل في الكل. لا عادي، انت بتتفرج على الخاطر المسلسل ده عشان خاطر الاثنين التانيين اللي هم تحت البطله. بالظبط. على فكره احنا برضو قلنا حته محمد ثروت برضو حلو. بس محمد ثروت انا عندي بس مشكله معاه، ان هو دايما عنده اللي هو خلاص يا استاذ محمد، خلاص بقى.
بس هي حلوه، هي جميله وكل هي حاجه، جميلة بس يعني خلاص يعني بقى. محمد ثروت وبيومي فؤاد، يعني لو كان نص اعمالهم بس اكتفوا بيها، كان الموضوع هيختلف بكتير. والله بص، هو محمد ثروت في مسلسل لعبه، انا لحد دلوقتي هو دايما برضو ما بطلش الحته بتاعته دي، بس برضو بيضحكني عادي برضو. لذيذ مازو بيه. جامد بصراحه، بيموتني بالضحك بصراحه. بس الجزء الرابع دلوقتي اصلا بيتصور وكده، بصراحه المسلسل ده جامد قوي. مسلسل لا برضه مسلسلات اللي ما خدتش حقها لانها ما تعرضش غير على شاهد، وجت على NBC مصر في رمضان كده تعارض وموسم، ما تشافش برضه الناس واتعرض بالظبط، واتعرض على ايجي بيست قبل ما يتعرض على شاهد، بس جامد يعني بصراحه، بحبه قوي. ممكن مين تاني؟ في عندك مين؟ في عندك في بقى عندك اللي هو سنيد بس بطل، ده اسماعيل ياسين. يعني هو السنيد بس هو البطل. الفيلم اصلا مكتوب باسمه عشان هو اسمه كان بيبيع جامد فشخ، بس هو السنيد. يعني مثلا فيلم اسمه ايه ده، اسماعيل ياسين تقريبا في متحف الشمع، او مش فاكر ايه اللي كان فيه، فريد الأطرش وسامية جمال. لا هو عامه اسماعيل ياسين كان دايما كان في افلام كتيره جدا كان سنيد اصلا. تمام، بس هو لا يعني كان جميل. اللي كان عالمي برضو، اللي كان عالمي اول لما طلع برضو محمد هنيدي اول لما طلع حرفيا، ده كان السنيد اللي بياكل الجو يعني. في اسماعيليه رايح جاي زي ما كنا بنتكلم، حرفيا محمد فؤاد قطعه بعد الفيلم، اللي هو انت عارفه فضل مقطعه لحد سنين كتيره ويطلع في البرامج انا خدت بالي حتى في البرامج برضو كان بيقول عليه كلام قاسي يعني. انا بحب عامه محمد فؤاد تمام، بس هو عامه محمد فؤاد كده يعني. بص انا بصراحه مش شايف ان هو يعني، انا مش مصدق فكره ان هو قطعه دي. هو محمد فؤاد شويه ما بيعرفش يتعامل في الاعلام، يعني بيتعامل في الاعلام بطبيعته جدا، عامل زي شيرين كده، بس شيرين صعبه من البلد يعني يعني حته ليفل احمد السقا كده شويه، فاهمني؟ بس هو محمد فؤاد عامه يعني ايه، كل الناس اللي كانوا معاه على فكره هم اشطر منه، هو كمان عارف حاجه زي دي، بس هو كان بيعمل كده لمجرد ان هو كل افلامه هو اللي كاتبها اصلا. يعني رحله حب هو اللي كاتبه، اسماعيليه رايح جاي هو اللي كاتبه، هو جا طلع زي ما بقول، طلع احمد حلمي وطلعت محمد هنيدي بالظبط. وامريكا شيكا بيكا ده انا بحبه جدا، انا بعشق الفيلم ده. الفيلم ده فعلا ما خدش حقه يعني، انا مش بشوفه اصلا بيتعرض دلوقتي. كان من الفنانين القليلين اللي هم اللي هو المطرب وراح اتجه للتمثيل، وكان افلامه عملت حاجات كويسه، فاهم؟ بالظبط. بس عامه انا بالنسبه لي احسن واحد غنى ومثل 100% حماده هلال. 100% انا بنسى ان هو حماده هلال طبعا. انا بالنسبه لي ده يعني، وفي بعض الاوقات تمثيل حماده هلال غطى على اغانيه شويه، فاهم يعني؟ بصراحه يعني مثلا فكره ان في مطرب يعمل في مسلسل هو اصلا بيتكلم عن حاجه ليها علاقه بالرعب اللي هو اللوكال زي الاعمال والسحر والكلام ده، طب ما دي حاجه جريئه، طب ما صباح الفل، ده جامد جدا، فاهمني؟ لكن تامر حسني مثلا، انا عارف تامر حسني هيقول هيضحك الضحكه بتاعته دي في الفيلم، انا عارف ان هو هيعملها امتى بقى مش عارف، بس هو هيعملها، فاهمني؟ عارف ان هو هيقوم مدي غمزه كده، عارف ان هو هيرمش رمشه كده، اللي هو يا استاذ تامر انا عارفك خليه في الفيلم ويقول بالظبط بوستين 3 كده، تعالى نعمل، انا حاسس ان انا سكريبت رايتر ناو، تعالى نالف. والفيلم في الاخر تاليفي واخراجي وسيناريو واخراجي وسيناريو وملابسي ومش عارف ايه، كل حاجه، انا الون مان شو هنا انا مش عايز حد يمثل غيري هنا. بس نرجع بقى لموضوعنا الاصلي، وبلاش نتفرع من الموضوع. زي ما قلنا محمد هنيدي، يعني محمد هنيدي في اسماعيليه رايح جاي، ومحمد هنيدي في مسرحيه حزمني يا لو شفتها. كان ساعتها كان في شريف منير ومدحت صالح وفيفي عبده وحسن حسني ومحمد هنيدي. الناس كانت بتستنى المشاهد بتاعته بالظبط، فاهم؟ كانت مستنياه بالظبط، كان جامد قوي يعني، كان حاجه صعبه قوي والله بجد. وكان في برضه مسرحيه ايه تاني، لا بس مسرحيه عفروتو بصراحه من اكتر المسرحيات اللي انا بحبها. على باندا مستحيل، وعلى باندا استاذ محمد سانكافولا، يا لا مستحيل يجي زي هنيدي كده. هنيدي يا جماعه، بحبها قوي بصراحه، بحبها قوي هنيدي يا جماعه فعلا. بس هنيدي يا جماعه دي بصراحه انا تعبت من، يعني تقريبا ابن اخته هو اللي ماسك البيج تقريبا، وتعبنا معاه يا استاذ محمد والنبي يعني، خليه يسيب الزرار والنبي يعني، كفايه بقى. هو اتجه بقى يعني، الزمن جه عليه برضه، فاهم؟
بس نتمنى رجوع. طب انت بالنسبه لك برضو ايه تاني ادوار دور مثلا في فيلم اللي سنيد شفته مستحيل يجي زي؟ طب انت عندك سنيد احمد راتب، انت ازاي هننسى احمد راتب ازاي؟ ده احمد راتب ده يا لهوي. لطفي لبيب، لا لطفي لبيب ده حوار تاني. ده هو يعتبر لطفي لبيب ده بالنسبه لي في الجيل الجديد يعني يعتبر هو اللي بعد حسن حسني على طول، او مع حسن حسني يعني، بس يعني حسن حسني اقوى. اللي ما لحقش حسن حسني يجيب لطفي لبيب بالظبط. وبصراحه في دوره كمان في انا يا خالتي ده حاجه مسخره يعني. هو كان مشاهده لوحدها وهو بيعمل حركات بقه دي بصراحه بيضحكنا اكتر من محمد هنيدي، بيضحكنا اكتر من اي حد في الفيلم ده بصراحه يعني. سكه ودغري. لا الافلام مثلا من قيمه 10 15 سنه كده كانت كويسه، لان كانت تلاقي بطل كويس وتلاقي سنيد كويس، فاهم؟ بالظبط. احنا دلوقتي في زمن ايه، انت مثلا لو لقيت بطل كويس ما تلاقيش حد تاني سيفه، بيضطروا يعملوا افلام فيها نجمين، يجيبوا اتنين. والله يا ابني احنا دلوقتي ماشيين باللي هو الكونسبت بتاعت عرفت تباصي عرفت تشوت فاهم؟ اي حد هاتوا معايا حد عرفت تجري هي دي الثنائيه اللي تنفع. بالظبط. بس انت عندك برضو احمد راتب ده كان حاجه جزء كبير من فشل فشل الافلام اللي هي الكوميديه الفتره دي، او مش موجوده يعني في الفتره دي، ان انت مش لاقي فريق كده تجيبه، مش لاقي خلطه كده تعملها، مش لاقي بطل معاه سنيد معاه بطله، مش لازم يبقى دمها خفيف قوي بس على الاقل تسند وتحاول، فاهم؟ هقول لك ليه. لان انت بطلت تشوف ناس جديده. لان لو انت شفت، هقول لك على حاجه، انا والله مش عشان انا عايز اكون او ان انا بحاول، او مش بقول لك هاتنا انا خلاص، بس انا بقول لك لو انت جبت حد جديد او لو انت شفت الناس الجديده دايما بيبقى عنده شغف، دايما بيبقى عنده باشن خلاص. لكن ابن الفنان او بنت الفنانه او ابن الممثل او ابن الممثله هو ما عنده عادي صباح الفل، انا بابا او ما عرفت ما جاليش هنا هيجي لي هنا، انا مش هسعى، مش هاجري يعني، مش هروح مكاتب كاستنج، مش هعمل اوديشنز قد كده، مش هروح مش عارف ايه. فكده الحاجه لما بتجيلي على الجاهز انا ببقى واخدها كده فور جرانتد، انا ببقى صباح الفل يعني جاي امثل عشان الدور جاي متأيف على حسي او على مقاسي، تمام. لكن لما تشوف بقى ناس جديده زي محمد هنيدي، محمد هنيدي لما عمل الحاجات اللي هو عملها دي في بخيت وعديله، في فيلم الهروب اللي هو بتاع احمد زكي كان طالع فيه برضو، افلام كتيره يعني كان طالع في مسرحيات يا عم اللي كان بيطالع فيها، تمام. هو عايز يظهر، عايز يبان، تمام. فكل ما الواحد ما يكون عايز يظهر قوي بيعمل حاجات كتير as much as he can علشان يكون موجود، تمام. بس فانت مش هتقدر تلاقي حد يكون فت الا لما يكون هو اصلا جعان عايز يبقى موجود. لكن اغلب الدنيا دلوقتي زي ما انا قلت معاك كده الشلاليه، احنا شله مع بعضينا صباح الفل طالعين بشخصياتنا اصلا. ما نحاولش نبذل اي مجهود غير حتى الشخصيات. بالظبط صباح الضحك يعني. بس دلوقتي عامه انا مش شايف اي سنيد يعني، انا شايف ان الدور ده ما بقاش موجود اصلا، ما بقاش موجود تقريبا، ما بقاش موجود. ما هي يعني مثلا الفكره يعني ده شيء ده مش شيء كويس، ما هو ده برضه سبب من برضه الافلام زي ما قلنا ان هو دور مهم زي ده اللي كان يعني بيكسر رتم الفيلم شويه، فاهم؟ هو ده اللي بيخش يهون الفيلم، يخش يلطف هنا يعمل هنا يعني. ادوارد مع احمد حلمي كان بيعمل دور سنيد، على فكره ادوارد كان عظيم جدا. رامز جلال كان بيعمل السنيد برضه، كان بيموتني بالضحك والله العظيم. كان بيضحكنا اكتر من رامز جلال نفسه. عندك مثلا حسن حسني مثلا، حتى يعني مثلا في فيلم عبود كان حسن حسني كان دايما بعيد عن عبود اصلا في اغلب الوقت، بس كان لوحده كان بيموتني بالضحك يعني. هو بعيد وبيضحكني. ليه مشاهد اللي هو لوحده مع صاحبه ده بالزبط. مع ابنه، مع ابنه الصغير كده حاجات تكسر رتم الفيلم نفسه بالظبط يعني، فاهمني؟ فلا السنيد عندنا ما بقاش موجود دلوقتي. بقى التيمه دلوقتي بقت ماشيه ازاي؟ ان احنا نجيب 2 مع بعض، يقول لك مثلا ايه افلام يعني حسن وبقلص، اسعاف يونس، عمر ودياب، مش يا عم خلاص يا جدعان، خلاص يا جماعه ان احنا نجيب نجمين هم في نفس جيلهم ونخليهم هم الاثنين يقعدوا يعلقوا على بعض في الافيهات، فاهم؟ بالظبط كده. ولو هنجيب حد مثلا مش هيكون سنيد بقى، او عشان يكون في الفاكهه يعني بتاعت الفيلم، ان احنا هنجيب سيد رجب يبقى هو الشرير او ايا كان، بس قشطه يعني. سيد رجب في الشرير يعني في ولاد رزق مثلا عظيم بصراحه، مميت كده تمام. فهي دلوقتي التيمه ماشيه ازاي؟ ان احنا نجيب اليونيفرس او الموضوع اللي الفيلم ماشي فيه versus الشخص الشرير.
يعني مثلا فيلم مسلسل مثلا زي مسلسل برنس شفته؟ ايوه يعني حتت منه يعني هو مسلسل يعتبر تصدق ما فيهوش سنيد، لا في محمد مهران اللي هو كان ابو عين خضرا ده، بس عامه ما تقدرش تقول ان في حد كان سنيد يعني فاهمني، هو ادوار معموله كده. يلا تعالى احنا هنعمل فيلم او مسلسل بس ما بقاش موجود خلاص فاهم. بس يعني ده هو اللي بيوصلنا الالعاب بتاع الفيلم، هو اللي بيقعد كده زي لو انا شبهه بالكوره، هو بيقعد يوزع الافات هنا، يوزع افات هنا، او بيفرش افات هنا عشان ايه الموضوع يتكسر شويه. بالظبط. انا كنت عامل حلقه اسمها مفرش، الحلقه دي انا كنت بحبها جدا، ده من اقرب الحلقات لقلبي يعني، اللي هو الشخص اللي بيفرش دايما الافات وكده. هادي الجيار بقى، عندك هادي الجيار ده اهو، هادي الجيار حرفيا في مسرحيه مدرسه المشاغبين ما قالش افيه واحد. يعني زي ما انا قلت كده في الفيديو، كنت هتفتكر ايه الهادي الجيار ان هو ما قالش ولا اي حاجه في المسرحيه تضحكك، بس هو دايما كان هو اللي بيفرش ليون الشلبي، كان يشوف اسمه ده سعيد صالح بيقول ايه وبيقول اي حاجه في اي حاجه، انا هساعدك في اي حاجه، يلا نضحك يلا نضحك الناس عادي. فكان حاجه عظيمه يعني، لا الله يرحمه برضه. كان في حد برضه كده كان سقط من دماغي، بس يعني كان مين؟ بس يعني في والله يعني في ناس تنفع تبقى سنيده حلوه قوي. خالد الصاوي لحد دلوقتي هو ما عندوش مانع ان هو يبقى سنيد عادي، ما فيش اي مشاكل، بس مش هيبقى سنيد بقى دلوقتي، هيبقى هو الشخص مش عارف هو هيبقى سنيد ولا ممكن نقول سنيد، ممكن نقول سنيد. كان بيعمل دور سنيد كان بيبقى جامد قوي. طلعت زكريا. مين؟ طلعت زكريا الله يرحمه، كان حاجه عظيمه. طلعت زكريا في سوبر هنيدة مع محمد هنيدة ده، فشخصيه صلعت الكرتون ده يعني. نفسي افهم بيلعب صلعت اللي جت طلعت زكريا سماه صلعت. هو احنا هنلم اسامي الكاركترز في 5 دقايق. يلا انت طلعت صلعت، خليه صلعت، سوبر هيرو صلعت. جامد قوي والله بجد. الفيلم برضه اللي هو كان مع مصطفى شعبان اللي هو كان فتح عينيك بقى، مش فاهم اللي هو كان طالع فيه صحفي. الفيلم ده بحبه قوي، الفيلم ده بحبه قوي. مش فاكر غير طلعت زكريا، انا مش فاكر غير طلعت زكريا بصراحه. طلعت زكريا وخالد صالح. شويه لما كان عاوزين يدخلوا حفله، باين كان في الفيلم ده لما كانوا عاوزين يدخلوا حفله بيقول لما كان بيقول له ابراهيم فتحي مش عارف ايه، يقول له تسمك مش ابراهيم سعيد، انا ابراهيم سعيد. يقول له انت موقوف. انت تعرف ان ابراهيم سعيد قريبي؟ يا خبر ابيض فعلا. تخيل. لا ده في حلقه هتتعمل دلوقتي ما تقولش. ده معشوقي يا خبر ابيض. انا عاوز بس اعمل معاه حلقه واقول له انت ليه صبغت شعرك احمر لما رحت ايفرتون. خلاص على كده والله. لو انا حاولت اوصل له والله بجد هخليك توصل والله. الحلقه احنا الثلاثه اللي هو مستحيل. بس هو عامه هو بص هو حلو قوي خلاص، بس هو مش عايز اقول بتاع مشاكل، يعني هو عايز يبقى حر كده مع نفسه زي ميدو كده. هو دماغ وده بقى ده هنسيبها بقى حلقه ثالثه. لازم نسيب تشويق للناس كده، ده اللي هتعرفوه قريب. ويعني احنا كده خلصنا الجزء الجميل بتاعنا، ويعني يا رب نكون والله كان جزء جميل فعلا. يعني يا ريت بقى الناس في الكومنتات تكتب لنا مين الممثلين اللي انتوا شايفينهم عملوا ادوار سنيده كويسه، وافضل اداءات لممثلين في دور السنيد. وهنستنى تعليقاتكم ومشاركاتكم ولايكاتكم وكل الكلام الجميل ده. ويعني اتمنى ما نكونش بنتقل عليك يا استاذ خالد يعني يا باشا. ده انا عايز الحلقه تقعد 3 سنين كمان والله العظيم. انا اي حاجه ريليتد بالسينما مش بحس فيها بالوقت. صباح الخير. حبيبي يا خالد حبيبي عبد الرحمن، وان شاء الله بودكاست زياده اكتر ان شاء الله الفتره القادمه. ويعني خش بقى بتقلك بقى، انت خلصت جيش بقى وتعامل بقى وتعايش ان شاء الله ما تقلقش. ربنا يوفقك يا صاحبي.